في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدرت السلطات الإقليمية في باشتوكة أيتباها قراراً بإخلاء وهدم قرية الصيادين الساحرة في تفنيت. السبب وراء هذا القرار الجريء يعود إلى خطط لتشييد مشروع سياحي في المنطقة، وهو ما أثار موجة من الاستياء والغضب بين سكان القرية الذين يرفضون فقدان مأواهم التاريخي. تعتبر قرية الصيادين في تفنيت من القرى البحرية الفريدة التي تحمل في طياتها تراثاً ثقافياً وتاريخياً يمتد لعقود. ومع وجود بعض السكان الذين يعيشون فيها منذ أكثر من 60 عاماً، يمثل هدمها تهديداً كبيراً للتراث الثقافي والروح البحرية الفريدة التي تتميز بها المنطقة. السلطات تبرر هذا القرار بأهمية تنمية السياحة في المنطقة وخلق فرص عمل جديد. ومع أن هذا الهدف يبدو طموحاً وإيجابياً، إلا أن الطريقة التي اختارتها السلطات لتحقيقه تثير الكثير من الأسئلة. سكان القرية لم يبقوا صامتين أمام هذا القرار القاسي. طالبوا بعدول السلطات عن هدم قريتهم أو تقديم تعويضات عادلة ومناسبة. يشير البعض إلى أن تشجيع السياحة يجب أن يتم بطرق تحترم التاريخ والهوية الثقافية للمنطقة، بدلاً من تحويلها إلى أراضٍ لا تمت للماضي بصلة. تساؤلات تثار حول كيفية تحقيق التنمية دون التأثير السلبي على حياة السكان المحليين وتاريخهم. تظهر ضرورة وجود حوار فعال بين السلطات والمجتمع المحلي. هذا الحوار يجب أن يأخذ في اعتباره حقوق الإنسان والتزامات الحكومة تجاه الموروث الثقافي والاجتماعي. مع احترام التنمية والتطور، يظل من المهم أن يتم ذلك بطرق تحترم التاريخ وتحافظ على الهويات المحلية. إذا كان يمكن العثور على حل يراعي مصالح الجميع، سيكون ذلك خطوة إيجابية نحو التوازن.